اهلا بيكم في كروشيه الهواني، بتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل شال في اول فيديو. الشال ده بياخد حوالي 5 بكرات. زي ما انتوا حابين. 5 بكرات تقريبا بيعمل مقاس 45 سنتي في 1.5 متر. انا هستخدم هيمالايا افردي، وهستخدم معاه ابره مقاس 4.5. هقول بسم الله وهبدأ. الشال ده بتعملوه بمضاعفات العدد 6. تاني هرجع اقول لكم ان احنا لما بنعمل شال فيه عدد سلاسل ومضاعفات عدد معين، زودوا السلاسل، يعني زودوا، بتبقى سهل ان هي تتفك او تتقص في الاخر، ممكن تكونوا ملخبطين في العدد. فانا هزود كده حوالي 5 سلاسل احتياطي معايا. بعد كده هاجي في الغرزة السابعة من الإبرة، 1 2 3 4 5 6. في الغرزة السابعة هدخل بالإبرة واشتغل غرزة حشو، لفتين على الإبرة وألف واطلع من اللفتين مرة واحدة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهسيب قصادهم سلسلتين، وفي السلسلة التالتة هدخل غرزة حشو، لفتين على الإبرة وألف واطلع من لفتين مرة واحدة. بعد كده 5 سلسلة، هسيب 1 2، وفي الغرزة التالتة برضو هدخل واشتغل غرزة حشو. كمان مرة هرجع 3 سلسلة، اسيب 1 2، وفي التالتة غرزة حشو، وارجع 5 سلسلة، وبرضو هسيب سلسلة 2، وفي التالتة غرزة حشو. يعني مرة بعمل 5 سلاسل ومرة بعمل 3 سلاسل، وارجع تاني 3 سلسلة، واسيب 1 2، وفي التالتة غرزة حشو، وارجع تاني 5 سلسلة، واسيب 1 2، وفي التالتة غرزة حشو. وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما بوصل لآخر السطر عندي. مرة 5، مرة 3، مرة 5، مرة 3. هنا أنا وصلت لآخر السطر، فهيجي هتلاقي عندي سلاسل زيادة. هشتغل 2 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب سلسلة واحدة، وفي السلسلة التانية هدخل واشتغل عمود بلفة 3 لفات على الإبرة، بلف واطلع من اول لفتين تاني لفتين. ودول ال5 سلاسل اللي انا عملتهم زيادة، سهل جدا يتفكوا او يتقصوا. سلسلة واحدة هلف الشغل، وفي اول غرزة او في سلسلة في غرزة العمود هدخل اسحب الخيط والف واطلع من حلقتين غرزة حشو. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهسيب الفراغ الاول ده، وفي الفراغ التاني اللي هما ال3 سلاسل هشتغل. ممكن اخش في السلسلة التالتة، هخش السلسلة التانية سوري، هشتغل عمود بلف. بعد كده 2 سلسلة، وهيجي هنا برضو في الغرزة التالتة في ال5 سلاسل واشتغل غرزة حشو. 2 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهيجي في الغرزة اللي في النص من ال3 سلاسل واشتغل عمود بلف. 2 سلسلة، وهيجي هنا في الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو، وارجع تاني 2 سلسلة في الغرزة التانية من ال3 سلاسل عمود بلف. وبكمل بقى بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين لحد اخر السطر عندي. هنا خلصت السطر بتاعي وعملت 2 سلسلة، وهاجي هسيب 1 2، وفي الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو. السطر الجاي هشتغل سلسلة، هلف الشغل وهلف الخيط على الإبرة على طول في غرزة الحشو اللي أنا اشتغلتها، هشتغل عمود بلفة، أول لفتين تاني لفتين.
بعد كده على طول 2 سلسلة. بعد كده هاجي في ال2 سلسلة اللي في الاول دول وهشتغل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين. بعد كده 3 سلسلة، وفي الغرزة الفراغ التاني اللي هما ال2 سلسلة دول هدخل تاني واشتغل غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، 3 4 دي 5 في الفراغ التاني غرزة حشو. بعد كده 3 سلسلة في الفراغ اللي بعده غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، الفراغ اللي بعده غرزة حشو. بعد كده 3 سلسلة، الفراغ اللي بعده غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، مرة 5 ومرة 3 غرزة حشو. بعد كده 3 سلسلة غرزة حشو، وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما بوصل لآخر السطر عندي. هنا أنا وصلت لآخر السطر، فباجي بعد غرزة الحشو بشتغل 2 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة واجي في الغرزة الأخيرة هنا واشتغل غرزة حشو، سوري، غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلة للسطر الجاي وهلف الشغل وهاجي في أول غرزة واشتغل غرزة حشو. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهسيب أول فراغ ده، وفي الفراغ التاني اللي هما 3 سلسلة هشتغل 5 عمود بلفة. بلف واطلع من كل لفتين مع بعض، أول لفتين تاني لفتين، العمود التالت، العمود الرابع، وادي العمود الخامس. وعلى طول في الفراغ اللي جنبه اللي هما ال5 سلسلة هاجي في الغرزة اللي في النص اللي هي الغرزة التالتة واشتغل غرزة حشو، وعلى طول الف الخيط على الابرة في ال3 سلاسل اللي بعديهم تاني 5 عمود بلفة. وعلى طول في الغرزة اللي في النص في ال5 سلاسل اللي بعديهم هشتغل غرزة حشو، وعلى طول في ال3 سلاسل اللي بعدها على طول تاني 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5، وعلى طول في الغرزة التالتة اللي بعديهم غرزة حشو، وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما اوصل لاخر السطر. هنا انا وصلت لاخر السطر، فبعد ال5 عواميد هاجي في العمود بلفة غرزة العمود بلفة، وهدخل كده واشتغل غرزة حشو. بالنسبة للسطر الجاي هرتفع سلسلة واحدة، هلف الشغل، هلف الخيط على إبرة وفي غرزة الحشو وهشتغل تاني عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة، وهسيب أول عمود بلفة، وفي العمود التاني هدخل واشتغل غرزة حشو. بعد كده 3 سلسلة، هسيب العمود اللي بعده في العمود اللي بعده غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، وهسيب ال3 سلاسل اللي جنبيهم اللي هي اخر عمود وغرزة الحشو والعمود الاول، وفي العمود التاني غرزة حشو.
بعد كده 3 سلسلة، هسيب غرزة وفي الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، هسيب 1 2 3 وفي الغرزة اللي الرابعة غرزة حشو. 3 سلسلة، هسيب عمود وفي العمود اللي بعده غرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة. 3 عواميد اللي في النص بسيب 5 سلسلة، بسيب ادي غرزة 2 3 وفي تاني عمود من المجموعة غرزة حشو، وبكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لاخر السطر. انا هنا وصلت لاخر السطر، هاجي هشتغل 2 سلسلة وهاجي برضو في الغرزة الاخيرة واشتغل عمود بلفة. هتلاقوا بقى نفس السطر ده هو السطر التاني هنا. فالسطر الجاي هشتفع سلسلة، هلف الشغل وهاجي برضو في اول غرزة واشتغل غرزة حشو. بقى اكرر نفس السطر التاني، فهشتغل 2 سلسلة، هسيب برضو الفراغ ده وفي الفراغ اللي بعده على طول ال3 سلسلة، هاجي في الغرزة اللي في النص واشتغل فيها عمود بلفة، وارجع تاني 2 سلسلة واجي في ال5 سلاسل في الغرزة التالتة اشتغل غرزة حشو. بكرر بقى نفس الشغل، 2 سلسلة في الغرزة اللي في النص عمود بلفة، 2 سلسلة في الغرزة اللي في النص في ال5 سلاسل غرزة حشو، واكمل 2 سلسلة في ال3 سلاسل الغرزة اللي في النص عمود بلفة. نفس السطر اللي احنا اشتغلناه التاني ده بالظبط، برجع اكمل بنفس الطريقة 2 سلسلة واجي برضو في الغرزة اللي في النص التالتة غرزة حشو، 2 سلسلة على طول في الغرزة اللي في النص عمود بلفة، 2 سلسلة في الغرزة اللي في النص غرزة حشو، 2 سلسلة في الغرزة اللي في النص عمود بلفة، 2 سلسلة. بكمل بقى بنفس الطريقة كده لحد لما بوصل لاخر السطر عندي. هنا اهو، هنا بعد ما اشتغلت كذا دور من الغرزة زي ما انتوا شايفين، والكنار بتاعها ملهاش رشيب، انتوا بتقفوا عند السطر التاني من بعد سطر العواميد وتعملوا المقاس اللي انتوا حابينه. الغرزة سهلة جدا وبسيطة. اتمنى يا رب تكون غرزة الشال عجبتكم، وممكن كمان الغرزة دي تاخدوها كبلوزة برضو صيفي بخيط قطن رفيع. اتمنى تكون عجبتكم، استنوني في فيديوهات تاني ان شاء الله.